بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع مساهمي البورصة المصرية، الكسبان والربحان والخسران والتعبان والزعلان والفرحان، ويا رب الفرحة تكون في قلوب الجميع إن شاء الله. طبعا أنا عارف إن في البورصة في كسبان، يبقى لازم يكون في خسران. مش ممكن يكون كلنا كسبانين وإلا هيبقى مين الخسران، ومش ممكن يكون كلنا خسرانين وإلا هيكون مين الكسبان. النهاردة تم بفضل الله إنشاء جروب للتجربة، ويعني سميته الطريقة النجاتية ببرنامج أو بالقلب الأحمر والبلورة السحرية. والله إن نجح وما حصلش فيه قيل وقال والخناقات اللي بتحصل في الجروبات، وأنا ضد هذا الموضوع تماما، وبقالي فترة مش عايز أعمل جروب، لأن أنا عارف الجروبات فيها مشاكل وفيها ناس بتخش ملهاش علاقة بموضوع وليهم أغراض تانية، وفي ناس بتخش طيبين محترمين ليهم عايزين حاجات، بيسألوا عن سهم، بيسألوا عن كده. لكن لازم تكون فاهم ان بيخش الجروبات الناس ليها اغراض غير الناس اللي بتسأل عن اسهم بعينها. فانا بصراحة كنت ضد ان انا افتح جروب، لانه برضو انا مش عايز مشاكل مع حد، ومش عايز واحد يفهمنا غلط، عايز ابعد عن المشاكل. المهم بإلحاح كتير منكم، يعني مش من حد غريب، ناس كتير اعمل جروب بدل صفحتك الخاصة بينزل عليها حاجات غير التحليلات اللي بنزلها. على الأقل اللي يخش هيدور على تحليلات فقط، هيلاقي التحليلات يقدر يحصل على اللي هو عايزه بسرعة. الفيديو ده طبعا للكح، وما ينطبق على لكح ينطبق على جميع أسهم سوق خارج المقصورة. انا مش هتكلم في عملية اخبار او اقتصاد او ايه الخبر اللي نزل وايه اللي موت الدنيا وايه اللي على الدنيا وايه اللي وقع الدنيا والكلام ده، لا انا مش هتكلم في ده خالص. ولكن هو انا لاحظت ان الناس ذعرت، برغم سبحان الله عندك الفيديو القديم بيقول حاجات كويسة جدا. بيقول يعني احنا اخترعنا لكم حكاية، او انا اخترعت لكم حكاية. ولو انتوا ركزتوا كويس جدا في الفيديو بتاع لكح الاولاني اللي هو قبل دوت في 31/12 اللي فات بالظبط، لما كان شغال حدود 60 او 55 قرش، وعملنا الفيديو وبفضل الله تحققت الارقام كما كأنه نجاتي هو اللي ماسك الورقة بيحركها. طبعا كل ده بفضل الله تعالى، يعني الحمد لله رب العالمين. بنشكر ربنا وبنحمده على ان هو يلهمنا عشان الناس تستفيد، وليس من وراء هذا. واقسم بالله العلي العظيم انا ما انا حامل لكح ولا حامل حتى سوهاج، ايه رأيكم؟ ولا حامل حتى المشروعات في محفظتي. مفيش ولا سهم من اللي انا اتكلمت عليهم ما عدا سهم وحيد، وكلكم عارفينه هو اللي في محفظتي. طبعا في اسهم تانية، بس معظم الاسهم 99% منها اللي انا نزلتها فيديوهات والله ما ليا فيها. البعض منها بيسأل، والبعض بي عايز ورقة كذا، والبعض زعلان عايز، زي امبارح موضوع بنزل بوست وحاطط 3 اسامي ل3 فيديوهات، واحد دخل زعلان، طب ما عم عايزين قالكوا، عملنا قالكوا، وانا كمان ما معيش قالكوا. المهم عشان ما نبعدش بعيد، هذكركم بالفيديو اللي فات عشان ما اطولش عليكم. الفيديو اللي فات، تعالى نقفل شرط لكح شوية على المنصلي كده. احنا خدنا الفيديو اللي فات القمة دي اللي هي 3/24، وخدنا قاع 28. 3/24 وخدنا قاع 28، وقلنا
لما بنمشي بالطريقة العكسية بناخد القاع اللي ده طبعا مش قاع بقى، ده احنا ماشيين على اعتبار انه بقى بالنسبة لنا هدف، يعني بيبقى هدف لابد من تحقيقه 61. وقلنا ساعتها على القاع ده او ال 102 قلنا ده هدف عابر، وكلكم اعتقد سمعتوا هذا الكلام. وقلنا مستهدفنا 127 ثم 176. طبعا كلكم عارفين كويس جدا ان بين ال 61 و 102 في محطات، وبين ال 102 وال 127 برضه في محطات، وبين ال 127 وبين ال 196 برضه في محطات. المحطات دي النجاتية هتعرف تجيبها ازاي وانت ما عندكش قمة عدلة عشان تقدر تشتغل عليها؟ عفوا، يعني لما اقلب على الوكل كده فين هنا قمة عشان اقدر اخد طريقة عدلة، ياخد قاع اللي هو 28 واقول في قمة مثلا وليكن دي مثلا 55 عشان اقول دي قمة. مش ما ينفعش اقول قمة. فين القمة دي؟ طيب انا عشان اقول قمة يبقى لازم في قاع عشان اخد قمة تانية مثلا واقدر اقول انا جاي رايح فين. طب في الحالات اللي زي دي عملنا ايه؟ قلنا هناخد ال 28 دي لوحدها عشان اعرف الاول انا رايح فين وجاي منين. ادي القاع حطينا هنا ونشوف النجاتية بتقول لنا ايه. النجاتية قالت ايه؟ النجاتية قالت ال 27 ما ينفعش ينزل يشتغل عليها على القاع الصغير اللي هو عمله او التاريخي. طبعا هو مش تاريخي لانه لكح ليه قاع تاريخي سابق كان 10 قروش، طبعا كلكم فاكرين الكلام ده. وكانت طبعا يعني مش جديدة على لكح. المهم لما بناخد القاع بس ونحطه في المستطيل الاخضر بيقول لي ما ينفعش ان انا انزل اشتغل على ال 27 او اكسرها لان هخش بقى في 3 تعريفه. قلنا قبل كده الكلام ده كتير. لكن بربط التريد الرابع بالهدف الاول هنا اللي هو ال 37 ويبقى هدف الرئيسي 56 بالثبات فوق منه. بروح 3 من دول احتماليات كبيرة يروح لي رابع وممكن يقفل لي البرنامج. امتى بنقول ممكن يقفل البرنامج؟ انا عايزكم تركزوا في كل كلمه بقولها ويبقى بالراحه. الفيديو طويل، الفيديو قصير، ما يهمكش طويل ولا قصير، المهم خد المفيد منه. ما يعني مش عايزك وانت بتتفرج على الفيديو ده كانك بتتفرج على حلقه او فيلم اجنبي او فيلم عربي لمجرد انك خلاص عرفت القصه والسلام عليكم وعليكم السلام. لا، هنا دي ارقام، في حدوته. لو عمل كده يعمل كده، لو عمل كده يعمل كده، انا هتحرك كده وهعمل كده. لازم ابقى فاهم الراجل ده بيقول ايه وطريقته ايه والمحطات بتاعته ايه. طبعا هو ادانا بعديها بعد ما دخلنا هنا وعرفنا 127 ادي 126 هدف ثالث اهو. الهدف الثالث هنا ده مؤكد لما بعمل الطريقه دي، بس قصاده الهدف الثالث اللي هنا يثبت فوق منه بيستهدف لي 1 2 3 4 5 واحد من دول. احيانا كتير قلنا بيلمس ده وممكن يقفل البرنامج. طب امتى بقى نقدر نقول اللي هيقفل البرنامج؟ لما بيثبت لي على الهدف اللي هو التالت ده، لو راح فوق منه ونزل عنده وثبت عليه حده الاقصى ده ويرجع يرد يطلع فوق ده تاني، يبقى ان شاء الله رايح يقفل البرنامج. طيب مش هنتكلم كتير هنا، لكن احنا عرفنا كده هنمشي ازاي. طب نرجع بقى ونقول تعالى ناخد شرط لكح بالكامل، لانه احنا ساعتها سيبنا جزء من لكح وقلنا مش هيهمنا اللي هو انا قافل على المنصلي كده. احنا خدنا القمة دي اللي هي كانت 27 عفوا 3 24، وبعدين هنا في قمة انا غفلتها ليس متعنت في شيء، ولكن هو انا غفلتها لان قلت خلينا اشتغل على القمة القريبة دي. القمة دي بتقول 3 75، يبقى ادي ال 3 75. على فكرة النتيجة واحدة لان انا بتكلم على قاعدة ماليش علاقة بشكل الارقام ايه، انا بتكلم على قاعدة هنروح كده ونمشي كده ونعمل كده. قول له هات يا عم النجاتية. قال لي بص يا عم طبعا احنا حفظنا لما باخد كده عكسي اللي هي الطريقة العكسية اللي هي ده القاع اهو والقمة بتاعته اهي. عشان ايه؟ عشان اعرف انا همشي كده ازاي. خلاص بقى فهمنا انا هروح كده فين، يعني اروح كده فين. المهم
اداني النجاتية، قال لي هتروح 67 مثلا، وبعدين 115، وبعدين 144. لما انا كصاحب البرنامج انا عارف المعالجة لما بيحصل على الشاشة رقم مخالف بارقام وليكن قرشين 3 4 5 10، بعرف ردها ازاي. هقول لكم عليها كده ببساطة شديدة عشان برضو انتوا تاخدوا بالكم من الحكاية ديت. لانه احنا ما احناش سوري يعني، استغفر الله العظيم، ما احناش عالمين بالغيب ولا ببواطن الامور، ولكننا بنجتهد. ابقى انا النهارده لما يجي يقول لي بقى اخترق ال 115 واخترق ال 67، ما بين ال 67 وال 115 في ارقام واحنا جبناها ووريناها لكم، صح كده؟ اللي هي ال 28 لوحدها. يبقى فيه، تعال نجرب تاني. واحد يقول لي يا عم نجاتي، وانا ابقى شاري الشهم ب 30 قرش وهستنى اروح لل 115 ولا مش عارف ايه؟ طب هو اخترق ال 67، طب الاهداف من 67 ل 115 كتير، فين هم؟ ده كام في المية؟ شوف النسبة، تقريبا حوالي 100% تقريبا او 95%. لا مش 100%، يعني حوالي 80% تقريبا يعني. هقعد انا استنى كده؟ معقوله ممكن يحصل؟ اه يا عم هقول لك اهو، ما انا هحط لك الايه، القاع بتاعنا اهو في المستطيل الاخضر عشان اجيب لك الارقام المستخبيه. الارقام المستخبيه معاك اهي، من ال 67 لحد ال 115. انت راجل ذكي، انا حطيتها هنا خلاص، يبقى انت عارف ان الارقام من هنا لهنا، المنطقه دي كده اللي هي لحد من 115 ل 67، او من 67 ل 115. نرجع تاني ناخد آه عفوا، ناخد القمة الرئيسية اللي احنا غفلنا عنها المرة اللي فاتت او طرقناها قصدا على اعتبار ليس لها احتياج، ولكننا رأينا انها ليها احتياج. خلاص كده عرفنا ازاي بنجيب الارقام. طيب طب لو اخترق ال 115 برضو معانا لحد ال 144 ارقام صغيره شفناها. طب ولو اخترق برضو هتلاقي معانا ارقام ربما تكون قريبه من المحتمل الاولاني. وعشان كده قلنا منين بنعرف انه هيكمل؟ قلناها هنا انه ما ينزليش هنا، وقلناها هنا اول ما يروح لعند الهدف المحتمل التاني ده لازم على طول اروح قالب انا واخد الليله ديت عاملها ومغذيها في البرنامج. عشان كده انا قلت هعمل فيديو جديد للكح. هو الفيديو الجديد للكح عشان في ناس هتقول طب ما عملتش مشروعات ليه، ما عملتش سوهاج ليه؟ انا لكح عشان غفلت للقمه الرئيسيه اللي هي 375 وخدت 324. طب انت لاحظ كده هنا 144 من بعد ال 115. المعلومه اللي انا عايز اقولها لكم، هو عمل كام اصلا هنا؟ 148. يعني عمل فرق ها، يعني ال 144 كام؟ دي بقى معلومه ليكم جميعا، يبقى عمل 4 قروش. طيب يبقى بالتالي لازم انا ارفع القاع ال 115 ده ل 4 قروش اللي هم الفرق 115 4 ب 119. يبقى لكح احتمال كبير، ممكن وارد، مفيش حاجه اسمها 100%، لان الكمال لله وحده، يروح 119 او يروح 118 او يروح 120 او 121 او 122، شرط انه يثبت على 127. طب مش ممكن ما ينزلش ده كله ويفضل ثابت على 127؟ وارد انه يفضل ثابت على 127، وارد انه ينزل. طيب طب لو اوريدي نزل لحد ال 115 خلاص انتهى، انا بعمل حساباتي بس على 4 قروش، جاب 115 مفيش مشكله. بس انا بقول اعمل حسابك على 4 قروش، اشتري من عندها او تريد من عندها زي ما انت عايز. الفكره كلها ان انا بديك معلومه تحطها في دماغك تشتغل عليها. طيب يبقى احنا كده هدفنا ايه؟ بص بقى يا سيدي، خلاص احنا حتى الان فوق ال 115، في هنا من ال 115 ل 144 وبعديها 102 محتمل، وقلنا دايما التريد الاولاني بيطلع ايه، يلمس وينزل تاني. في حاله الثبات فوق التريد الاولاني الطريقه العكسيه زي ما اتفقنا، يبقى هوصل احتماليات كبيره لمنطقه التريد الرابع. خلي بالك ان هو قبل كده وصل، يعني كان نزل ووصل لل 324 اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، يعني المره دي ممكن يصل لفين؟ خلي بالك بقى كده، هنا ال 324 من بعد ما عمل 375 على الشرط، بعدها وقع من 324 عمل كام؟ 157. فين ال 157 دي؟ يعني فوق المحتمل ده.
طب وده معناته ايه؟ معناته ان انا لما اخترق المحتمل التاني اللي هو ده هو، ان هو ال 144، معناته ووصولي لل 202، يبقى انا كده اخترقت ال 157 اللي هي الصغيره اللي هنا ديت اللي انت شايفها دي. كبرها لك شويه انا بس تاني كده، ركز معايا اهي كبيره عشان تشوفها. اذا ما راحش المنطقه دي خالص بقاله فتره كبيره من سنه 2010 ما زرناش المنطقه دي خالص. النهارده انت داخل على رابع سنه. طيب يعني بالبلدي كده ممكن نطلع نجرب، ممكن نطلع نجرب. طب هنجرب على ايه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت عمل 375 ونزل، 375 ونزل، راح طالع عمل ايه؟ 23 هنا ونزل، وبعدين راح طالع تاني كام؟ 324. يبقى راح فين؟ راح لدي، ما راحش تاني لل 361 دي. معقولة؟ اه معقولة. هي فين ال 361 دي؟ 3.5 اهي، 60 اهي. خلينا في دي يا عم، وهفضل انا مخلي ده كده الهوريزونتال ده، وهنعلمه بعلامة حمراء عشان نشوف ايه اللي هيحصل، ونقول له اتخن شوية معانا يا عم وتقل نفسك. طيب عندي كمان ال 324 دي راحة كم مرة؟ مرتين. يبقى بعد ما نزل ما زرناش المنطقة الفاضية دي خالص، وهي ممكن تبقى من عند هنا اهو، كل المنطقة دي كده فاضية، تعتبر فاضية تماما. الله، طب من على البرنامج بقى، من على البرنامج هنفترض ان هو ما طلعش لل 63 او ال 75 دي، زارها تاني لكنه زار ال 326. يبقى عندي احتمالين، واحتمالين بعون الله وبفضل الله مؤكدين بصفة مبدئية. شرطنا الوحيد فيهم اللي انا هقوله دلوقتي، ان انا اروح للتريد التالت واثبت فيه. يبقى انا عندي هدف 288 او 361، لان طول ما انا بعمل قمم اقل يبقى بالتالي القمة بتاعتي 63 اللي هي عملها 375 هنعتبر النهاية، بعدها طلع عمل 326 وبعد النزول، بعديها لما نزل ما شفناش منطقة خانة التريدات دي خالص، بقالنا فترة زمنية. إذا المفروض في الصعدة اللي جاي يروح فين؟ يروح 42، يروح 288 أو 63 مباشرة، واحتمال كبير اختراقها، واحتمال كبير اختراق. خلي بالكوا أنا دايما بقول في كلامي علم الغيب لا يعلمه الا الله، احنا بنجتهد بس. وانت كمان في كمان عايز حاجة اقولها، ممكن واحد يبقى شاري السهم بجنيه واخد كمية، واخد 500,000، واخد مليون، وبالتالي السهم طلع مثلا عند ال2 جنيه دي، يعني عمل 100%. فالنفس اللي جواه اللي هي احنا مش عارفين نحاربها ومش عارفين نقومها، يقول لك ايه ده، نجاتي الفيديوهات بتاعته بتمشي بالبونت 100 على الارقام، والراجل ده قال هيروح ل 288 واحتمال كبير يروح ل 63، خلينا استنى ال 63. يبقى انا كده عملت، لو انا واخد مليون سهم بجنيه يبقى انا هبيعه بفرق 2 جنيه و60 قرش، يبقى في 2 مليون و600 ربح. خليني قاعد، وبعدين يجي عند ال 2 جنيه ويحصل اي حدث معين وتقلب الدنيا، تلاقي ايه يا عم، نجاتي بقى وحش، الراجل ده بيخرف. لا انا مش عايزك كده، انا عايز اقول انت ربحان، شاري كمية، خفف وانت طالع. وبرضه انتوا حرين، ده مجرد رأي مش فرض على حد، انا بقول رأيي انا الشخصي. يعني انا شاري مليون سهم، رحت عند ال 140 وانا شاري بجنيه اديله 100,000. صحح، انا بديهم له، انا مش عايزهم، صحح منها راح لل 120 اجيبهم تاني، ما هو جولي تاني، كأنك معاك حمام بتطيره فبيرجع لك تاني. طب ما صححش واخترق ومشي بعد ما بعتهم، مش هاجر ورا ال100 اجيبهم، لا، وصل لل2 جنيه اديله ال100 التانية، وصل لل42 اديله كمان 200، وصل ل 288 اخفف بقى الكميه اللي معايا دي نصها بالكامل، وانتظر بقى ال 63 باخر كميه هتكون 200,000 او 300,000. يبقى انا كده على اقل التقدير جبت راس مال. انما اقعد شاري الكميه كلها ومستني تارجت معين، مفيش حد بياخد اعلى هاي ومفيش حد بيشتري على اقل سعر. طبعا كله بيضحك عشان انا قلت اعلى هاي، قصدي اعلى سعر، الا المتحكم في الورقه هو اللي بيشتري في اقل وهو اللي بيبيع باعلى سعر. خلاص كده، يبقى احنا هنا من رؤيتنا ان السهم
ما قدرش يطلع للمناطق دي، لو تلاحظ هنا 3.75 ونزل، شوف كل ده ويجي يطلع فوق ما قدرش يخترق. المرة الجاية هيروح فين؟ لما جه هنا طلع برضه من نزل من هنا وطلع عمل ايه؟ كلام فاضي، 157 قرش زي ما انت شايف على الشاشة. اذا المفروض يكسر ال 157 دي ويطلع يجرب لنا تاني، بس فين بقى؟ احنا قلنا زي ما قلنا 3.26، يبقى لا هيروح يجرب على 2.88 او 163. الشرط الوحيد 42 ويثبت فيها باختراق ال 63، ودي تبقى حاجة رائعة جدا. اوتوماتيك هستهدف للرقم الثالث هنا، ولكن شرطنا الوحيد 94 يثبت فيها. نرجع بقى نتكلم على المنطقة الجديدة. وقبل ما نتكلم على المنطقة الجديدة، انا عشان ما عنديش قمة ناحية اليمين هضطر اخد قمة ال 157 العكسية وهي القريب، اللي هي دي 157 برضه على نفس القاع. هنا بقى برضه عكسي، كل ده انا كنت عند ال 28. خلي بالك وركز في الكلام عشان ما تجيش تقول انا مش فاهم ومن جاتي بيقول ايه. 42 60 71 92 107 125 139 ثم 152. اختراق ال 152 يديني 286 الهدف التالت بعد الثبات على الاتنين. ركز كده معايا، الارقام مكرره اهي. كان احنا عندنا في الطريقه العكسيه من 3.75 كان عندنا 2 و2 هنا 2 اهو، وهناك كان عندنا 2.88 هنا 2.86. سيبك من حكايه القروش دي، يعني فرق قرش قرشين ما تقفليش يعني على الواحده. الله يخليك بقى وتمسك لي خرزانه وتعبطنا على الشجره. انت قلت لا 2.88 وليه الوقت 2.6؟ لا يعني خليكوا كده حنينين علينا شويه. خلاص، عشان انا ما عنديش قمه عدله هنا، لسه لم تحدد اي شكل قمه. ولكن خلي بالك هو راح 139 هنا. طب لما يجي ينزل، هو طبعا عمل 148، يعني كان على التريد الرابع وداخل عفوا التالت وداخل على الرابع. اذا المفروض ان هو يحافظ لي على التريد التالت او التاني حد اقصى اللي هو ال 125 دي، عشان سكه عكسيه. طب ما احنا ممكن نخترع قمه وهميه. نخترع قمه ايه؟ وهميه. ازاي هخترع قمه وهميه؟ احنا لو بصينا على منظر الشرط على الديلي كده، ادي القاع وفضل طلعت وعرض ده هنا، عرض ادي قمه صغيره هنعتبرها دي حاجه صغنطوطه كده، 55 قرش على ال 28. ركز بقى، دي مش وهميه، لسه الوهميه انا ما قلتهاش، دي قمه هنعتبرها قمه. بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك ما يكسرش برضو عندنا ال 44 قرش اللي هو التريد الاولاني. خلاص احنا كده ماشيين بقى عدل، اللي هو كده بقى يعني عشان الناس تصحصح معانا شويه اهي. ادي قاع وادي قمه اللي هي ال 55. كده احنا ماشيين اتجاه العدل اللي هو هيحصل ايه بكره، كأن ده لسه ما حصلش. الجزء المستخبي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو من هنا، من القاع ده للقمه دي، عشان نعرف ايه اللي هيجرى فوق ولا هيجيب تحت. طيب هنا بيقول لي بقى خلاص انت خدت ال 55، ممكن اريح منك شويه؟ ممكن يريح مني شويه. طب يريح لحد فين؟ يريح تريد تاني وتالت حده الاقصى التريد الاولاني، لما باخد قاع وقمه بالطريقه العدله. يعني ينزل لي 48 او 51 ويرد عشان يخترق ال 54، احتمال كبير يروح 44. طب هل هو لما راح عند ال 55 دي نزل لحد فين؟ هو قافل 54 اهو، اقل حاجه عملها 47 زي ما انت شايف، 47 48. يعني اذا ما راحليش للتريد الاولاني، ودي القاعده الاساسيه. واعتقد ان في معظم الاسهم اللي بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي هيلاقي بالفعل بيرتد من عند التريد التاني ويحافظ عليه عشان يطلع يخترق، وبيطلع يخترق. اذا بكسر التريد التاني وهو نازل وهو طالع كده برضو بيبقى التاني دوت، انا اقصد احنا طالعين يعني انا في قمه 55 وبهبط منها، جاب 54 ما قدرش، 51 ما قدرش، حافظ لي على التريد التاني. دائما وابدا بنسبه عاليه بيحافظ على التريد التاني. احيانا بيكسر وينزل للتريد الاولاني، وعشان كده بنقول حده الاقصى طول ما هو جوه عش الضبابير
انا اعتبر نفسي في الامان، بلسعة هنا لسعة هنا خدعة هنا خدعة هنا، في النهاية يا هيكسر التريد الرابع لفوق ويخترق، يا هيكسر التريد الاول لتحت وينزل للقاعان، وتبقى حدوتة ونومة ومخدة وسرير. معلش هطول عليكم شوية، كان لازم اعمل فيديو بالشكل ده. بعد ما عمل ال47 اذا حافظ على التريد اللي هو التالي وفي المنطقة زي ما انت شايف. اذا عشان كده قلنا دي مش قيمة، عشان يطلع يخترق. بص هنا 60 57 58 طلع يخترق خلاص. عمل كام هنا؟ ده عدلي عمل 112، يعني 94 64 69 82 زائد 109. طب منها راح فين؟ ادي اللي هو 84 خلاص. حافظ لي على التريد التالت. واحنا قلنا واحنا طالعين عدل هدفنا التالت دائما نثبت عليه عشان يروح لتلاتة من دول، عشان يروح ايه؟ تلاتة من دول. بالفعل هو حافظ لي على الهدف التالت بعد اختراقه وتحقيقه اللي ورا 84. عندنا 82 خلاص كده. النهاية عمل ايه؟ نعمل 148، يعني راح للتلاتة دول بالفعل وسقط منها. طب لما يسقط منها بقى، يبقى بعد ما يسقط منها هنا 150 هو عمل 148. العكس بقى هنا، ركز معايا بقى، يعني نقص عن ال 150 قرشين، مش كده؟ يعني عمل 148 وكسر ال 136 لتحت اللي هي دي، عمل 127 وقفل 130 زي ما انت شايفها. يبقى بالتالي هنا لازم يكون 125، وهي كانت ظاهره معانا هنا 125. حدنا الاقصى ايه بقى؟ جبت انا بقى ال 118 119 منين؟ وريتها لكم. وهنا طب لو كسر ال 123 يا عم نجاتي ما يروح ل 109. في منطقه فاضيه هنا زي المنطقه الفاضيه اللي من ال 64 ل 54، في منطقه فاضيه مش باينه. هنا برضو من ده لده في منطقه فاضيه. طب نعمل ايه بقى؟ بنقول ايه؟ ما تيجي ناخد طيب نعمل حسابنا كده في قمه تانية اللي هي دي. كام دي؟ 112 هاي اهو على نفس القاع بتاعنا اللي هو ال 28. كام دي؟ 112. احنا كل ده بقى ماشيين عدل بقى خلاص، احنا سيبنا بقى من العكسي خلاص، عرفنا العكسي في ايه. نفس الحكايه. بص من ال 112 كأنها قمة وقع على 28، قال لي ما يكسرليش التريد التاني كالعادة. التريد التاني كالعادة حدنا الأقصى 79. تعال نشوف بعد الطلوع هنا نزلنا هنا عمل كام؟ عمل 84 له قفل 87، يعني محافظ لي على التريد التاني. طلع منها وجاب لنا الاولاني 140 ما قدرش يحافظ عليه وهو دخل على 154، يبقى هدفي منها 196. تعال بقى ناخد القمة الوهمية، لان احنا ما احناش عارفين هل دي قمة وهمية ولا هيسقط منها وخلاص بقت قمة على اعتبار انه حققها في الناحية اليسار اللي هم بالثلاث اهداف اللي احنا بنقول عليهم، ولا هتكون قمة وهمية. فاحنا هنقول بقى هنا دي ما تحطهاش في دماغك انها قمة، انا هحطها على احتماليات انها قمة. وعلى فكرة نفس المنطقة دي عملناها في الاي اي سي برضو. يبقى انا هقول كأن ال 108 كأن ركز معايا ال 148 دي قمة وهيهبط منها. عشان اعمل حسابي وانا شغال هشيل القاع. ركز بقى كده، انا شلت القاع. لما بحط قمة في المستطيل الاخضر بيقول لي خلي بالك ما يكسرليش التريد التاني ولا التالت. ما يكسرش ايه؟ التريد التاني ولا التالت، عشان يعاود مرة اخرى يستهدف لي التريد الرابع. يبقى اول هدف لينا 197 ومنها على الهدف التالت 196، وعندنا 188 و186 يعني قريبين. انا هدفي كله القاعدة الاساسية الهدف التالت. طب ما تيجي كده طب نحط بقى القاع الرئيسي اللي هو ال 28. خلي بالك بقى لما برضو بنقول قاع 28 128 بديله حد اقصى التريد الاول. بص كده قال لي ما يكسرليش برضو التريد التاني ولا التالت اللي هي 118 لل 131 حده الاقصى التريد الاول. وهنا الخطورة، وهنا ايه الخطورة؟ انه يفضل بقى جوه شوية. طب جميل اهو، كل ده على اعتبار انه قمة وهمية. مركزين انتوا في 118 دي اللي احنا قلنا نفرق 4 قروش ونزودهم. طيب
طب يا عم نجاتي، طيب لو افترضنا انها قمه وهبط لل 118 وفضل يطلع 131 وينزل 20 و22 وبعدين يطلع 43 وينزل تاني، خلاص كده اعتبرنا ان دي قمه لانه غرز تحت منها خلاص. يبقى بالتالي الهدف الرئيسي فيها 268 بالفعل. شرطنا الوحيد يثبت لي على ال 188. ظهرت معايا تاني ال 188، خلي بالك. نقول ايه كمان؟ نقول الله المستعان. حته صغيره، شايف انت دي هنا؟ لو انا قفلت ده كده على الويكلي، هعتبر دي قاع عشان ارفع بيه ارباحي 38. يعني ازود ال 28 دي 10 قروش. نفس الحدوته عشان احمي ايه؟ ارباحي 38. بيقول لي ايه بقى؟ انا ارفع ارباحي شويه واعدل الشرط بايد انا بقى، بعدله انا على تعديلات الميكارات. خلاص، منها كأني بحمي ارباحي، يبقى كأن هو صعد من ال 38. شغل الميكارات بقى. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي يا عم خلي بالك في النزله ديت ما ينفعش يكسر ال 120 وهي تعادل 118 ال 119 ولا ال 133. هو قريب من 133، احتمال نطلع فيها واحتمال ننزل لنا ال 120. ميزه 120 يطلع يجرب تاني على منطقه ال 133، ثبت فيها يطلع 144، يبقى الهدف الرئيسي 258. منها الصمود فوق ال 185. اتمنى ان الجزء بتاع الفيديو بتاع لكح ده وطويل شويه، رغيت معاكم شويه ما تزعلوش مننا، معلش كان لازم اعمل كده، ان ده يكون ما ينسكش الفيديو الاولاني. يعني انا مش عايزك انه ينسى او انت تتفرج على ده وتنسى الفيديو الاولاني. ان شاء الله باذن، اربط الاهداف ببعضها وربنا هيكرم الجميع ان شاء الله. واتمنى اللي بيشتري كميات ده على اقل تقدير يبيع في مناطق ربحان فيها، يجيب راس ماله والاسهم الباقيه كانها تبقى واقفه عليه ببلاش، مش يقعد يتفرج على السهم طالع نازل. يعني مثال بسيط تاني هقوله، انت شاري مليون سهم بجنيه، السهم طلع ل 2 جنيه او طلع لجنيه ونص يا سيدي، عشان تجيب المليون جنيه هتبيع كام؟ 600 سهم تقريبا او 650 الف سهم، مش كده؟ بيع يا عم 650، جبت المليون يبقى معاك 350 الف سهم ببلاش. قاعد بتعمل ايه؟ قاعد بتعمل ايه؟ لو الورقه بقى لفت بيك حتى للجنيه تاني مثلا، يعني حتى لو بعتها ما يقف عليك ببلاش. طب لو كملت طلوع وراحت ل 2 جنيه و2 جنيه ونص و3 جنيه وهبيع 350 الف، هبقى كسبان برضه. انما سايب المحفظه راس مالها لسه جوه على الورق، يبقى انت راجل غلطان. حد فاهم حاجه؟ قول اه. مش فاهم حاجه يبقى اسالني وانا اقول لك تاني، اشرح لك الحكايه دي تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.